صباحكم محبة، صباحكم جمال مباشرة من ها هنا من قاعة عبد الحميد بن هدوغة بجامعة محمد البشير الإبراهيمي بولاية برج بوريج، حيث ملتقى حضور المرأة في الفكر المسرحي العربي بين إيديولوجيا التجديد التقليد عفوا ورؤى التجديد تحت شعار من جزائر الثائرات إلى غزة الصامدات. إذن أستضيف رئيسة الملتقى الأستاذة الدكتورة بن مزغنة، وأستضيف أيضا زوجها البهي الجميل صاحب الحضور المميز والمرح أيضا من خلال هذا الملتقى. هل لكما أن تقولا كلمة بمناسبة هذا الملتقى، وفي أي طبعة هو الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معك الدكتور عبد الحليم بشراكي، أستاذ في كلية فنون الثقافة جامعة قسنطينة. حضور المرأة في الفكر المسرحي العربي هذه إشكالية طرحتها الدكتور عبد الحليم، وحاولت أن تعطيها بعدا للنقاش ويكون في ملتقى وطني يفتح الباب للأقلام حتى يسيل فكرها بهدف المناقشة والتحليل وعرض رؤى مغايرة للرؤية التقليدية القديمة. حضور المرأة في الفكر المسرحي ارتأت هي أن تبتعد بالدراما المسرحية البسيطة وناقشت قضية جديدة هي الفكر الدرامي في ذاته، كيف نفكر في صورة المرأة انطلاقا من أبعاد مختلفة، ليست بالمعنى السطحي البسيط هل تقوم المرأة بالمسرح أو لا تقوم المرأة بالمسرح، ليس بهذا المنطق تماما. المضمون الحقيقي للملتقى يتعداه بأميال وأميال وأميال فكرية وضوئية وزمنية كبيرة جدا. لما نقول حضور المرأة في فكر المسرح المعاصر هو الأبعاد الحقيقية لهذا الوجود على مستوى الإبداع، على مستوى القراءة، على مستوى التحليل، على مستوى الأرضية. نحن أمام طرح جديد يحتاج إلى تكاثف قراءات مختلفة. كنت أتمنى أن أجد طاقم قوي هنا في جامعة محمد البشير الإبراهيمي، كنت أتمنى أن أجد طاقم من الأستاذات يقمن ويسهرن على هذا الملتقى، لأنه فعلا بالقدر الذي يجي أستاذ أو أستاذة تقترح الموضوع بالقدر الذي يفترض أن يتلقف ويصنعه الجميع يدا بيد حتى يستطيعوا بلوغه إلى بر الأمان، والأمر يحتاج إلى تضافر جهود الكثيرين حتى يستطيعوا تحقيق هدف الملتقى. أستاذة بن مزغنة، وأنت رئيسة الملتقى، هل لك أن تقولي كلمة في هذا الصباح الندي البهي للأساتذة وللطلبة الذين حضروا إلى هذا الملتقى، حتى للذين غابوا؟ ومن هم أهم الأساتذة الذين حضروا لتفعيل هذه الفعالية، فعالية الملتقى؟ شكرا جزيلا. بطبيعة الحال سعيدة جدا بهذا اللقاء العلمي في هذا الملتقى الوطني حضور المرأة في الفكر المسرحي العربي. طبعا هذا الملتقى بدأ بفكرة ثم تحول إلى مشروع، وفيه رسالة نبعثها من جزائر الثائرات إلى غزة الصامدات بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية سعيدة جدا بالحضور الكريم، بداية بالأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه الذين شرفونا بأبحاثهم المتنوعة طبعا ونقاشاتهم، من على رأسهم الأستاذة الدكتورة ملكة بن دودة وزيرة الثقافة السابقة، الأستاذ الدكتور سعيد بوطاجين شيخنا أو الشيخ الجليل كما نسميه، الأستاذة الدكتورة جميلة مصطفى الزقاي، أيضا أستاذنا كلنا طبعا الأستاذ الدكتور فيصل الأحمر، العزيزة الأستاذة الدكتورة وسيلة بوسيس الغائبة الحاضرة في قلوبنا دائما، الأستاذ الدكتور عبد الحميد قتالة، الأستاذ الدكتور سعد المسايل أستاذي، طبعا الأستاذ الدكتور محمد صديق بغورة، أستاذاتي زميلاتي طبعا من الكلية المشاركات، طالباتنا للدكتوراه، طبعا دون أن أنسى نوجه كلمة شكر جزيل وامتنان كبير للسيد مدير جامعة محمد البشير
الإبراهيمي برج بوعريريج، الأستاذ الدكتور بوعز أبو درسايا، طبعا من البداية على موافقته على المشروع وفتح الباب واسعا طبعا لي وإمدادنا بجميع التسهيلات، وكل الطاقم الإداري والنواب ومستشار المدير السيد عميد كلية الآداب والمشرف بطبيعة الحال وعلى مرز الأستاذ الدكتور بوعلان زرزيق المشرف على فعاليات هذا الملتقى، والذي قدم أيضا لنا كل التسهيلات، والطاقم الإداري والعلمي المرافق، السيدة الأمينة العامة للكلية أيضا. وكلمة شكر حتى لا أنسى زملائنا الباحثين والأساتذة من مختلف وطلبة الدكتوراه أيضا من مختلف الجامعات العربية، والذين راسلونا بشغف كبير وحب في المشاركة، ولكن للأسف اعتذرنا منهم بطريقة لبقة، لأننا محكومون أنه إطار الملتقى ملتقى وطني أيضا. إن شاء الله يا أستاذة، إن شاء الله نتمنى بما أنه ملتقى وطني وعنده حضور مميز دون مجاملة، ان شاء الله في الطابعات القادمه لما لا يكون ملتقى دوليا مثلا باذن الله، اذا كانت ستطرح الفكره واذا ضمنت وكان عدد الجامعات المشاركه حتى لا انسى تفوق 20 جامعه وطنيه، مشاركات الحضوريه وعن بعد، حتى بعض المشاركين الذين اصروا على الحضور انهم يقدموا المداخله ويغادروا مباشره، ما طلبوا منا ولا شيء. شكرا لك الأخ عليب وشكرا لقناة البيبان التي شرفتنا وغطت الحدث باحترافية كاملة. خليني كلمة أخيرة عبد الحليم، الأستاذ الدكتور عبد الحليم. عبد الحليم هي رسالة التي يمكن أن توجهها للطالبين والجامعين. أنا سأقول جملة واحدة قالتها الدكتورة مزغلة في الافتتاح تاع الملتقى: الفن لا يمارسه إلا أصحاب الأنفس النظيفة. من لم تكن نفسه نظيفة كثوب أبيض لا يستطيع ممارسة الفن، فليبقى في محرابه ماكثا خير. ولسان الشاعر يقول في هذا المعنى والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. شكرا جزيلا لكم. العفو، بارك الله فيك، شكرا لك.